السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم بشرى شو. اليوم حبيت نشارك معكم فيديو ديال الحوض ديال الماساج او جاكوزي ولا بيبل بوت. في النرويج يسموه بيبل بوت، وبالفرنسي ولا بالانجليزي بيسموه جاكوزي. هذا الحوض هذا كيشيل من 4 اشخاص ل 6 اشخاص، وانا شريته لاولادي وشريته حتى لنفسي، لانه هنا الاجواء في النرويج ما عندنا الصيف صيف، مرات مطر مرات برد، مرات قلنا لما يكون الجو بارد كما هكا ولا تكون فيه مطره ولا تكون كما هكا الواحد ممكن يستخدمه لاولاده ويستخدمه لنفسه. خليكم مع الفيديو للنهايه. وكما شفتوا هذا برودوي خاص تبع التعقيم، لانه هنا ما كنغيروش الماء ولكن كنعقموه بحال المسبح كيتعقم.
غادي نغطيوها على حساب الحشرات، ما يدخلش لها الحشرات حتى تعمر براحتها يعني. دابا مصطفى غيمشي يقص الربيع، مشى قص الربيع وباقي ما كملش. المهم انا ناديته على حساب الحوض عمر، وبغينا نشوفوا الطريقه كيفاش كتخدم. على فكرة مية النرويج دي باردة زي الثلج، ما زي افريقيا. المية تبع الماسورة عندنا سخنة مرة واحدة، هنا عندهم المية تبع الماسورة الثلج، يعني عشان يسخن معاك المية اللي في الحوض بتاخد فترة طويلة مرة واحدة. انا مجرد ما خلصت التعبئة ديال المية سخنته شوي وبعدين طفيته، تقريبا وصل درجة الحرارة 25 وطفيته لحد الصباح. عبد تاني شغلته مرة تانية حتى وصلت درجة الحرارة 38 وصار جاهز. وعلى فكرة الواحد قبل ما يستخدم جاكوزي أو بيبلوبود أول حاجة يستحمى، هذا زي المسبح. الواحد قبل ما بيسبح بيستحمى وبعدين بيسبح، لأنه ده ما بنغيروا المية، بنعقموه زي المسبح، المية ما بتغير. أنا كمان بعد شوية حنجي، أنا بعد شوية حنجي أنا وبابا، بعد شوية نيجي أنا وبابا. إيه؟ شوية. أوكي. أنا بجيب لكم تشربوا حاجة. أوكي؟ ودابا غنمشيو نستمتعوا حنا ووليداتنا. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله. Maria, ada fish. Maria,